اليوم عندي تحدي جديد، وتحدي لازم أنجزه خلال يوم أو يومين كحد أقصى. بعد يومين خلاص أعتبر نفسي خسران. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. معكم أخوكم عبد الله أو إكس مسح. الفيديو هذا آخر فيديو في رمضان من غير شر. والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والقيام. والله يلحقنا إن شاء الله رمضان الجاي وحنا في أحسن حال بدون أي مقدمات. يرحم اثنين جابوك، يرحم اثنين جابوك. نبي نوصل 3 مليون في أسرع وقت ممكن. تكفون لايك ونسخ رابط المقطع ونشره في كل مكان، بس هذا المطلوب منك. الباقي اترك عندي، الأفكار، المحتوى، المقاطع الأسطورية هذه عندي، الدعم عندكم. فتكفون لا تقصرون معي في الدعم. عندي هنا مثل ما تشوفون في أحواض فاضية تشوفونها، هذا فاضي، هذا فاضي، هنا فاضي، هناك فاضي. فعندي تقريبا هنا سويت إحصائية حسبتها كاملة، عندي تقريبا 150 حوض فاضي. فأنا جبت أنواع جديدة راح أزرعها إن شاء الله، لأن الآن موسم زراعة. فابدأوا أنتم برضو كذلك، إذا تقدرون تزرعون ازرعوا، لأن الآن ترى موسم زراعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فابدأوا ازرعوا. طبعا أنواع قديمة ما تحملت عندي الملوحة، لأن الموية عندي حقت البير مالحة، ملوحة تقريبا 7000 جزء في المليون، 7000 BPM. فالموية مالحة عندي مرة. ففي بعض الأشياء اللي نجحت عندي مثل الوايتكس، شوف إنها ناجحة. الوايتكس الأخضر ترى يجي نوع المبرقش ويجي نوع البنفسجي. اللون الأخضر نجح عندي نجاح ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا اللي عند المسبح هذا كله الوايتكس الأخضر. فاليوم جبت أنواع جديدة راح نشوفها الآن إن شاء الله أنها تنجح، لأن بحثت عنها وتتحمل ملوحة. هذه غرفة القش، ترى جانا مطر قبل يومين، مطر قوي مرة. شوفوا حتى الآن رطبة الأرض تشوفون. فهذا كله صار موية، هذا كله صار موية. وقفت الموية هنا يعني لو المطر زايد شوي ممكن تدخل الغرفة. فما عليه، راح نزبط لها طريقة بحيث إنه ما يدخل الماء. شوفوا هنا طبعا اليوم ما شاء الله الجو رايق، براد والسماء صافية وجبل ثهلان صافي مرة. شوفونه. الأنواع الجديدة اللي أنا جبت اللي هو النخل الواشنطني، شوفونه. وعندنا هنا كف مريم، كف مريم ناجحة ما شاء الله، هذه كف مريم. وعندنا هنا الوايتكس الأخضر، هذا اللي وريتكم إياه قبل شوي لأنه ناجح عندي فقررت أكثر منه، الوايتكس الأخضر. وعندنا هنا الصبار هذا ترى له فوائد كثيرة. شوفوا هذا يقولون زين للبشرة، تدهن فيه البشرة، اللي هو العصارة حقته لزجة، وله فوائد. لو تبحثون عنها في النت بتطلع لكم، اكتبوا فوائد الصبار، الألوفيرا أتوقع، أو اسمه الصبار هو اسمه، بس نوعه ألوفيرا أتوقع. فالثلاث أنواع هذه راح أزرعها إن شاء الله، وراح تشوفون الممرات بعد ما أزرعها هل تغيرت ولا لا. فالشغل راح يكون على مراحل. أول مرحلة راح أبدأ الحفر، ثم عاد أبدأ أنقل الشتلات للأرض مباشرة. الحمد لله والشكر. اليوم الأول أقدر أقول إني أنجزت النصف، باقي النصف الثاني راح أكمله بكرة إن شاء الله. طبعا ترى أشتغل وأنا صايم، أصلي الظهر هنا في المزرعة وأتوكل على الله وأبدأ شغل. الحين تقريبا باقي على الأذان 10 دقائق. فالحمد لله ما في أي تعب، ما في أي عطش، ما في أي جوع، لأن الحمد لله رمضان السنة هذه من يوم دخل رمضان وحنا الجو بارد في النهار. يمكن 2 أو 3 أيام اللي جانا فيها حر وتعبت فيها صراحة يوم كنت أشتغل، لأني كنت أشتغل وأنا صايم. بس إذا جاء برد ما عندي مشكلة، أشتغل لو من بعد الفجر. الحمد لله ما في لا تعب ولا بغيت أقول صيام، ما في تعب ولا جوع ولا عطش. طبعا تعالوا نشوف اللي أنجزته.
خلصت هذا كله من هنا، شوفون، ومن هنا هذا كله. طبعا هذا ترى يمشي كذا ويدور من وراء الجلسة هذه ويجي هنا. هذا الصبار شوفوا شكله حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الواشنطني يعني إن شاء الله إذا كبرت راح يطلع شكله مرة أسطوري. خلصت هذا كله، شوفوا مشيت من هنا من هنا من هنا من هنا. وترى صار عندي مشكلة بعد، عندي الحفار خرب علي، فقعدت يمكن نص ساعة أصلحه أو أكثر. فشوفوا وقفت هناك، ترى هذا كله خلصته، تشوفونه هذا. وقفت هناك عند الزاوية، الحفار خرب علي وصلحت الحمد لله، يعني ما عطل أموري. فبكرة بجي وأكمل من هنا، أبدأ من هنا، شوفوا أبدأ من هنا إلين المبنى دورة المياه الله يكرمكم. بعد ما أخلص خلاص يبقى لي هذا اللي من هنا اللي حول المسبح، يصير انتهيت، يعني تقريبا خلصت النص. باقي النص إن شاء الله بكرة يعتبر إني أنجزته، لأن التحدي معطي تحدي نفسي يومين، بعد يومين لا أنا خسران. ليش؟ لأن الشبكة حقت الري أنا مبرمجها، الشبكة تشتغل ما هو بكرة، تشتغل بعد بكرة. فأنا خلصت اليوم كمية وبكرة راح أخلص كمية، علشان اليوم اللي بعده شبكة الري تشتغل تلقائيا، يصير الزرع يجيه موية. طيب يا عبد الله أنت غرست الحين لازم تسقيها؟ لا ما هو بلازم، الجو بارد، التربة رطبة من السقاية اللي أمس صارت، فليش أسقيها؟ ما راح يضرها شيء. هذه النباتات الربيعية شوفوا ما شاء الله، ترى اللي تشوفونها أنتم هذه تراها طالع على الموية المالحة اللي عندي، الموية عندي مالحة، ترى هذا اللي طلع عليها تشوفون. يعني احتمال السنة الجاية إن الله أعطانا عمر في الوسم، احتمال أسوي زي كذا بس تكون كبيرة، بحيث أن تكون شكلها مرة حلو. الحمد لله والشكر بالعزيمة والإصرار قدرت أنجز التحدي وفزت فيه، ما خسرت لله الحمد. خلصت التحدي في يومين. طبعا شوفوا ما شاء الله كف مريم، خلاص الحين ما عاد صارت فيه أحواض فاضية، كلها زارع فيها. هذه إن شاء الله نعطيها بالكثير سنة، سنة ونص إلى سنتين أو 3 سنوات حد أقصى، تمشي من هنا. احتمال يعني ما تشوف الشمس، لأن هذه الطلح الملحي، الطلح الملحي ترى شجرة ظل كبيرة، هذه وايتكس تصير ترتفع، بس بقلمها بحيث أنها تكون شجيرة. هذه المرامية الفضية، وهذا الصبار، وهذه كف مريم. كف مريم ترتفع وتصير شجرة ظل كذلك. هنا الطلح الملحي، في عشوائية في الأشجار، فراح يكون شكلها جميل جدا 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 بعد ما تكبر إن شاء الله. هذا المسبح، وجاء الصيف اللي يبغانا نضبط المسبح وننظف ونحاول نرهم أو نعدل أو نزبط، يكتب في الكومنت علشان إن شاء الله نبدأ نزبط. شوفوا ترى من مبطي ما جيته، جاي غبار. وهذا عقب المطر اللي جانا. هذا الفلتر اللي أنا صنعته، تجربة كانت جميلة جدا. احتمال نطور الفلتر هذا، احتمال يعني لو جتنا فكرة فيه نطورها أو إن نحطه كمكان. هنا هذا خلصته كله. وصلت معكم إلى نهاية المقطع، أتمنى المقطع عجبكم. لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا أنت ما أنت مشترك. طبعا المقطع خفيف لطيف، تحدي بسيط وانجزته ولله الحمد، ما في شيء صعب على إكس مسح. فبعد العيد إن شاء الله راح نبدأ بأفكار جديدة، أشياء أسطورية وأشياء فاخرة من الآخرة. فتكفون نبي دعم
لأن الدعم يعطيني طاقة بعد الله، فدعمكم لا يوقف.